عندك محمد صلاح شكله الله اعلم الى الدوري السعودي. يا جماعه ما حد يختلف انه محمد صلاح محبوب الجماهير في الوطن العربي، هاي نقطه ما حد يختلف عليها. وما حد يختلف انه محمد صلاح اقوى جناح يمين حاليا بالعالم، ما حد يختلف. وما حد يختلف يا كلوب، يا ابن الكلوب، اللي سويته بالمباراه ذاك اليوم راح يوكلك طن كلوب. انا قاعد احس والله اعلم، قاعد احس اللي صار بالمباراه ذاك اليوم ضد تشيلسي انك جبته انت وطلعته راح يخلي محمد مو صلاح فكر تفكير ثاني. والتفكير الثاني شنو؟ يشرد. اي يشرد. ليش لا؟ يقول لك انا اذا بدايه السيزون هيك انت مطلعني بدقيقه 75 وانا اللي شايل الفريق، فبعدين بنص السيزون بنهايه السيزون ايش راح تسوي؟ فاكيد راح يدور شنو؟ اول شيء راح يدور مصلحته وين، ثاني شيء يريد يلعب الولد، يريد يقدم. بس ما اعتقد، مو ظني وانما قاعد اقول ممكن يصير هذا السيناريو. ممكن. ليش؟ لان انت يعني انت هل انا اريد بس افهم بس واحد. اوكي انا ما افهم بالكوره، اريد واحد بس يفهمنا. تابعت هواي باليوتيوب والله، اريد بس واحد بس واحد يعطينا سبب ذاك اليوم لما بدلته انت بام المباراه. شنو كان السبب؟ شنو؟ اعطيني سبب واحد، اعطيني سبب واحد. ماكو سبب. ونادي الاتحاد قاعد متربص يا ولد. اول ما شافوا الحركه هاي صارت قال لك دقها وهي حاره، دقها وهي حاره يا بعد قليبي. لا ما يحجون هيك، شو دخل يا جماعه؟ ما حد ينكر محمد صلاح اذا راح للدوري السعودي راح تكون يعني صفقه كارثه، من العيار الثقيل، من العيار فعلا الثقيل. يعني الدوري السعودي راح يصير من صدق احا يعني. يا جماعه الخير انا رايي مو ظني، مو ظني يا حمار. شنو رايك وظنك نفس الشيء؟ حاليا راح اقول رايي، مو السيناريو اللي ممكن يصير. رايي محمد صلاح حاليا مستحيل هاي السنه، بهاي السنه مستحيل. يجوز السنه الجايه اوكي ممكن وهوايه 80% ممكن، بس السنه هاي ما ادري. ما يعني ابد مو حاسس انه الولد يريد يروح للدوري السعودي، يريد يكمل وعنده انجازات يريد يسويها وبعدين يرجع. وبعدين ترى محمد صلاح ايش قد عمره؟ 31 حاليا. محمد صلاح مستحيل ينقل الدوري ثاني، مستحيل. حتى لو دوري ثاني مستحيل يروح له. ما ادري. شوف هو السنه اللي راحت او اللي قبلها قبل لا يجدد كانت السنه اللي راحت صح؟ اي كان عنده عرض من ريال مدريد وما راح له. تخيل والله كان عنده عرض من ريال مدريد ما راح له الولد، بقى بليفربول. اذا عنده اهداف. وشوف محمد صلاح من نوع من اللعيبه ذكي، يعني ما يخطي خطوه اذا مو هو مفكر لها، مستحيل يخطيها الخطوه اذا مو هو مفكر. صعب النوع هذا من اللعيبه انه تطلع منه اغلاط. وما اعتقد، مستحيل من سابع المستحيلات انه هاي السنه ينقل. اذا الاتحاد، اذا الهلال، اذا يعني الفرق الكبيره بالسعوديه مستحيل تغريه حاليا. بس السنه الجايه ممكن حيل بعد بقوه، بس السنه هاي مستحيل. بس انت تخيل عزيزي، تخيل نادي الاتحاد حاليا فابينيو، رومارينو، بنزيما، كانتي، تخيل بعد يجيهم محمد صلاح. يا ساتر يا ساتر، يلعن ام القوه، يلعن ام القوه. الكاب تجنن والله، اقسم بالله يصير نادي الاتحاد اسطوري. انا ليش احس نفسي نازل؟ صح نازل حيل تحتي. وصراحه انا من النوع من الناس اللي حاب اشوف محمد صلاح بالدوري السعودي، حاب اشوفه. بهاي السنه لا، مو حاب اشوفه بالدوري السعودي. السنه الجايه حاب اشوفه بالدوري، حاب يسوي شيء لنفسه يعني اذا انتقل للدوري السعودي محمد صلاح راح يكون له يعني تاريخ، راح يسوي له تاريخ بالسعوديه. بس مثل ما قلنا يعني مستحيل بعمره واحد وعنده ارقام يريد يكسرها. شوف محمد صلاح نوعيته مثل شويه مثل رونالدو، يعني يحب يكسر ارقام. والولد هذا اقسم بالله مبين لما يحط تحدي قدامه يسويه. مع العلم انا ترى يعني اشجع مان يونايتد، المفروض صلاح هو العدو الي، بس لانه هو يعني شاب مصري لاعب عربي اكيد احبه. حتى لو راح يكون ضدي راح اشجعه واتمنى له يعني يكون يعني يقدم افضل ما عنده. وهو ما شاء الله عليه يعني مو بس مقدم افضل ما عنده، مقدم اشياء خياليه. ما حد ينكر مستوى صلاح لاي ليفل واصل، ليفل ثاني صلاح. بس مثل ما قلنا النقل حاليا، يعني الانتقال حاليا الى الدوري السعودي ما اشوفه صعب، اشوفه صعب حيل صعب مو شويه. وما اعتقد اللاعب راح يسوي. بس السنه الجايه 100% 90% محمد صلاح مو باقي بالدوري الانجليزي. السلام عليكم.